في احزاب من حتى وهم الاحزاب ما بتقويش نفسها ليه؟ ما بتقويش نفسها. الجانب المالي المفتقد، الجانب في حاجات كتير اصلا في صعوبات قدام. هي الفكره فكره التعدديه الحزبيه من وقت ما جابها الرئيس السادات، ودي برضه اشكاليه من اشكاليات السياسه، اللي هي فكره القائمه على المتن والهوامش. السادات قال لك ايه؟ قال لك انا في الاول قال انا هعمل 3 احزاب، حزب الوسط ده يمثل الاغلبيه، وبعدين حوالي شويه مواد سريعه مفيش مشكله اليمينيه من فالفكره الاساسيه قائمه على فكره انه يبقى في حزب هرقل واحزاب قسميه، وبيجري التدخل في الانتخابات العامه لكي تظل هذه المعادله ثابته. الحزب الوطني مش ياخد بس يعني اغلبيه 60% 62%، لازم ياخد له 90%، ياخد كل الاغلبيات، وبعدين يجيب لازم يبقوا اقل من التلت. طب يعني انا برضه اقول ان مجلس السياسات يعني ضبط الايقاع داخل الحزب الوطني. لا، ما هي لسه بتعاني كمان من مشاكل في داخل الحزب، وفي ملفات على فكره مش في ايديها. يعني انت تندهش انه في ملفات تكاد تكون خارجه عن ابرز ملف قضيه تطوير الاصلاح السياسي والدستوري، مش في ايدينا. مش في ايدينا بالسياسات، اظن في ايدينا الرئاسه وربما يكون عناصر اخرى في السلطه هي اللي ماسكه ايقاع هذه العمليه. لانه انت تعالى قول لي لجنه السياسات، قول لي الحزب الوطني ايه برنامجه للاصلاح السياسي والدستوري، حتى بعض ما يعد به لا ينفذه، بعد ما يعد به وهكذا. ومن هنا في بعض الملفات ليست موجودة في ايدين لجنة السياسات، لكن الشيء المؤكد ان هذه اللجنة بتساهم في انها تعمل قيادة جديدة للحزب، يبني حزب قوي قادر على المنافسة. من واجبنا احنا بقى في احزاب معارضة ان احنا نقوي هذه الاحزاب، نقوي تنظيمنا الحزبي عشان نبقى قادرين على المنافسة. ما عدناش بنتعامل مع الحزب الوطني بتاع زمان اللي هو عبارة عن شوية موظفين وقاعدين وناس. لا دلوقتي بقى منظم وله هدف، حتى الرؤية الاجتماعية الان في اكثر من اي وقت مضى الحزب الوطني يتحدث الان باعتباره حزب الرأسمالية المصرية، ويعتمد اعتمادا اساسيا على رجال الاعمال في مجلس الشعب، في الحكومة، في الحزب نفسه. وهو دي وجهة نظر، وفي ناس وجهة نظرها ان الرأسمالية كفيلة بتحقيق رفاهية اجتماعية. ممكن دي وجهة نظر، انا مش مجرب. لا انا ما جربهاش، احنا جربناها. بالنسبة لي لا، ده مش وارد، لكن في النهاية ده مفيد بالنسبه لي، انه انا عايز حزب له قوام واضح، له رؤيه واضحه، وده اللي بيحاول الحزب الوطني يعمله. استطيع انا اختلف معاه او لا، انا ضد هذه الرؤيه. ولذلك احنا لما بنيجي الان، حتى الان بعض اللي احنا بنعرضه فيه يجوا هم يقولوه، لما يقول لا هذا النفوذ المتزايد لرجال الاعمال في الحزب الوطني يخل بيدخل العمل ما هو عام فيما هو خاص. فيجي الحزب الوطني او الرئيس يجي في لحظه من اللحظات يصدر قرارات من نوع انه لا اعملوا لنا قانون فيه مبسوط ان في رجال اعمال اقوياء داخل الحزب. لا انا ضد في فكره اسمها في العلوم السياسيه الاوليجاركيه، يعني اللي هي فكره الاقليه التي تلعب اكثر من دور، ان تبقى مشرع وقاضي ودلاد، تعمل قانون ويبقى انت اللي تحكم بيه، وبعدين انت اللي تنفذ الحكم. تبقى رجل اعمال وسياسي ورجل اعمال وبتعمل قوانين في مجلس الشعب وبتنفذ القوانين لانك وزير في الوزاره، ما ينفعش. وبعدين الفكره الاساسيه في الحزب السياسي، ما هو الوفد المفروض انه الحزب الراسمالي. الفكره الاساسيه في الحزب السياسي انه دي طلائع لطبقه، المفروض الحزب الوفد بيدافع عن مصالح الرأسمالية، بس هو بيدافع عن هذه المصالح الرأسمالية في الآن وفي الحاضر وفي المستقبل البعيد، فبيراعي الطبقات الأخرى. بص ليه؟ إنما رجل الأعمال المباشر ممكن لا ينصر إلا لمصلحته المباشرة تحت رجله، وده خطورة الجمع ما بين الأدوار، خطورة إنك تبقى رجل الكلام اللي اتكتب بعد قضية الدكتور المغربي او السيد المهندس المغربي. انا بس هاخد خبر واحد في الشارع الصحفي انه في مشكله في جريده النهار، واحنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، وان هم اصدروا بيان 25 من 25 عندهم مشكله، واصدروا بيان بيطالبوا
بتدخل نقابه الصحفيين لحل مشكلتهم مع السيد اسامه شرشر رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده النهار. قال الصحفيون ان رئيس التحرير بيمارس ضدهم ممارسات تعسفيه مثل رفع دفتر الحضور والانصراف عشان يقدر يفصلهم في العمل بحجه الغياب. الحقيقه انا اتكلمت قبل كده مع الاستاذ شعبان خليفه اللي هو رئيس التحرير التنفيذي، وكلمني قبل كده قال لي احنا الباب مفتوح واللي عنده مشكله يجي لنا، واحنا عمرنا ما كان عندنا مشكله مع اي حد، هو واحد فقط اللي في بيننا وبينه مشكله، ولو عايز يجي يحلها اهلا بيه، الباب مفتوح. اذا كان هذا كلام صحيح يتفضل يروح يشوف المساله دي. ابرز منشط بكره استاذ صلاح يفرحنا قوي. بيقول ايه بقى منشط بكره؟ انه كل المنازل اللي في القرى هيتم اعفائها من الضرائب العقاريه. كل قرى مصر هيتم اعفاء، واللي جوه كمان واللي جوه. لا هو ربنا يسرع سراء القرى السياحيه. لا في سؤال انا برضه عندي اعتراض. يعني ايه كل مدرس ما في اصول في القرى؟ ما كنت لسه بسال السؤال ده والله. كنت لسه بسال السؤال ده فده يبقى محل السؤال. طب خلينا على دي بقى. طب والقرى السياحيه؟ ما لسه بسال اهو. ربنا يسرع القرى السياحيه. قرى يعني. احنا رايحين في طريق، يعني ماشيين في طريق كويس. احنا ماشيين في طريق كويس بمقدار ما نركز على ما هو اساسي، نصل الى مشتركات وطنيه، يبقى عندنا رؤيه واضحه احنا متجهين الى انهي. بالناس اللي بتتكلم كل يوم مصر رايحه على فين، مصر رايحه على فين، مصر هتروح مطرح ما يريد شعبها ان يوصلها اليه. يا سلام. اذا كان هذا الشعب قادرا على ان يجمع صفوفه، يتوصل الى مشتركات وطنيه، ينظم نفسه، مش هيستنى القدر يعني، هو اللي هيحدد الى اين يذهب وسيفرض ما يريده على اي انسان ايا كان. والله ده حاجه لطيفه جدا انه مصر هتروح على او مستقبل مصر يحدده ابنائها، ده ما معنى كلام الاستاذ صلاح. بس ده برضه حاجه تقلقنا وتخلينا برضه في جدل. طب واللي بيحصل دلوقتي واللي بيعملوه الحزب الوطني كمان الاحزاب، احنا عايزين نتفرج خروج الاخوان ده ائتلاف المعارضه. استاذ صلاح مش عارف في مشاكل عشان يضموا الاخوان يخشوا ولا ما يخشوش، والاخوان دلوقتي الاحزاب بتجري وراها يا استاذ صلاح. ما هو ده من زمان، ده من خيبه الاحزاب. ده من زمان الاخوان ما كانش حد دلوقتي بنجري ورا الاخوان عشان يخش معاهم ونحط ابنه في ايدهم. ده من خيبه الاحزاب. انا طبعا هذا الاتجاه ده يعني سيء جدا جدا. عموما كل الشكر وتقدير الاستاذ صلاح عيسى، دايما بيمتعنا كده الحقيقه بوجهات نظره في قضايا كتير، ودايما ان شاء الله باذن الله نستعين بيه في توضيح الرؤى في تلك القضايا في المستقبل. اشكر حضرتك يا استاذ صلاح. شكرا جزيلا. صفحتنا خلصت النهارده، نشوف حضراتكم بكره. مصر دايما بخير بناس طيبين وشعبها المحترم، ونترككم بعد البرنامج على طول الزميل ريم ماجد وبلدنا بالمصري. السلام عليكم.